ما تيجي اقول لك حكايه العمود. عمرك سالت نفسك ليه كل الحضارات كانت بتستخدم الاعمده في المباني بتاعتها؟ وليه العمود ما كانش مجرد حجر شايل سقف؟ ده كان رمز قوه ورمز عقيده. الاعمده ما بداتش معماريا، كانت انشائيا بحت. اول انسان كان حب يوسع سقف البيت عنده جاب حجر حطه وقف. واول حضاره استخدمت الاعمده بشكل منظم كانت الحضاره المصريه القديمه قبل اليونان بالاف السنين. المصري القديم ما اخترعش العمود من فراغ، هو ببساطه حول العمود الخشبي اللي كان شايل الاكواخ لحجر. اول اعمده حجريه كانت تتعمل كانت تقطع حتت وتحط فوق بعض، مش قطعه واحده عشان الوزن والنقل. المصريين عملوا مدرسه اعمده كامله. عمود البردي كان رمز الدلتا والحياه، عمود اللوتس رمز الصعيد وبدايه الخلق، عمود النخيل رمز الخلود، العمود الاوزيدي كان عمود ملتصق بتمثال اوزيريس، العمود الحتحوري بوجه الاله حتحور. الاختيار ما كانش عشوائي، نوع العمود بيتحدد حسب الوظيفه بتاعته في المكان. ناس كتير بتقول ليه المعابد الفرعونيه مليانه اعمده ومخنوق؟ الاجابه الحقيقيه ما كانش فيه كاميرات، ما كانش فيه تسليح، الحجر ضعيف جدا في حمل الشد، فالحل زود اعمده. بس كمان ده كان مقصود عشان الاحساس بالرهبه وانك داخل مكان مقدس. ارتفاع العمود كان له معنى، مش اي عمود وخلاص. النسبه بين القطر والارتفاع كانت تقريبا ثابته علشان الاحساس الثبات والقوه. بعض الاعمده كانت تخينه من تحت ورفيعه من فوق، وده عشان التصحيح البصري في عين الناس، زي الاغريق بس قبلهم بكتير قوي. الاعمده المصريه القديمه ما كانتش بيض زي اللي احنا بنشوفها دلوقتي، ازرق السماء، اخضر الحياه، احمر القوه، اصفر الشمس. يعني العمود كان حكايه مرسومه مش حجر صامت. في اعمده مصريه قديمه ما كانش ليها وظيفه انشائيه، اتعملت كرمز ديني بس عشان تكمل المشهد المقدس. المصري القديم ما كانش بيبني وبس، كان بيحكي عقيده بالحجر. كل عمود كان ليه معنى، مفيش حاجه اسمها صدفه. المره الجايه لما تشوف عمود في مبنى ما تبصش عليه كحجر صامت، ده تاريخ واقف.